ونهار غليظ هذا، ونهار سمين باش شفناك اليوم. صراحة دازت مدة طويلة ما شفناكش، بزاف ديال الحوايج تبدلوا من اخر مرة تقابلنا فيها. سولتيني كيفاش داير، غنجاوبك بأدب وابتسامة صغيرة. انا بخير، وغنحول الوجه ديالي يبان ماسك بحال ديال الجوكر. بالفعل بان عليك انك تيقتيني، وابتسامة غتقول لي فرحان نسمع هادشي، كتبان مزيان. ولكن في الحقيقة انا ماشي بخير، ما كنتش بخير من مدة طويلة، وما بقاش عندي حتى فكرة شنو كتعني كلمة بخير فعلا. كاينين ايام زوينة وايام خايبة بزاف. سمحوا لي على الصراحة ديالي او الوقاحة ديالي. كنحاول نبقى متفائل، كنآمن ان غدا غيكون حسن. مرات كيكون حسن فعلا، ومرات كيكون خايب، وكنبقى ديما ما عارف شنو غادي يوقع. كنحاول نبان بخير، الماسك اللي كندير على وجهي ولا جزء مني كيخبي الالم ديالي بطريقه ما كتبانش. وليت لابسو بزاف حتى الناس ما بقاوش كيشوفوا وجهي الحقيقي. هذا ولا الوجه ديالي الجديد ديالي اللي غنى عليه سعد المجرد الوجه الثاني. كنبتسم ملي كنحتاج، ولكن بصراحه كاين نهارات كنتمنى نبتسم بلا ما نحتاج نتظاهر. كنحلم بالنهار اللي تجيني فيه الابتسامه طبيعيه صادقه وحقيقيه. ملي كنقول انا بخير في الحقيقه كنقصد انا ماشي بخير. كنمر من وقت صعيب بزاف، كنتمنى نقدر نقولها لك، نشارك داكشي اللي كاين، وكنبغي نصدق انه فعلا كيهمك الامر، وربما فعلا كيهمك، ولكن ما نقدرش نقوله لك. ما بغيتش نتقل على الناس بالمشاكل ديالي. المشاكل ديالي كبار ومشوين بزاف، ما نقدرش نحطهم على كتافك. حتى انت عندك مشاكلك الخاصه، ما نقدرش نزيدك حتى انا بهمي وصداعي ومشاكلي. ما باغيش نكون اناني من اللي نعتقد ان الالم ديالي كبر من ديالك. هادشي باش كنجيك وكنقول لك من الاخر انا بخير. كنحاول نحميك من السم ديالي، كنخاف نكون مجرد طاقه سلبيه في حياتك، ومع ذلك كنتمنى لو نقدر نقول لك كل شيء. كنتمنى لو كاين شي واحد يقدر ياخذ مني هذا الهم، يصلح كل ما كيتألم للداخل ديالي. ولكن عارف ما كاين حتى واحد يقدر يدير هادشي بلاصتي. رغم ذلك كنرجع نسول راسي واش كاين شي واحد فعلا عنده الاجوبه لكل هاد الاسئله اللي دايره في دماغي كتخلعني. الصدر ديالي كيبقى مشدود مزير، وكيبقى فيه الضيق وما كيبغيش يترخف، والمعده ديالي مروعه كتعطيني احساس ديال التقيه عزكم الله، والكتاف ديالي ثقال، والدين ديالي كيتمناو شي تعنيقه. مالك تزنقتي تعنيقه بجهد وبقوه كاع، وتقول لي كلشي غادي يكون بخير. المشاكل ديالي سيطرات على حياتي كامله، من الداخل كنعيط بلا صوت، الروح ديالي مكسوره، والقلب ديالي مقطع خلاوها وجاده، وكنحاول نسد هاد التقطيعه بشي ترقيعات صغيره كل نهار. كنعيش القلق كل دقيقه، ومهما كنحاول نلقى راحتي كتفلت مني، بحال كاينين الاف الشياطين كيتصارعوا الداخل ديالي، وما عارف شنو اول واحد خاصني نواجه. وفي الاخير كنختار ما نواجه حتى واحد فيهم، لان القوه ما كافياش. ملي كنقول انا بخير في الحقيقه الصوت الداخل ديالي كيعيط وكيقول لي ماشي بخير، وعاوني هضر معايا ما تمشيش. كنبغي نقول هادشي، ولكن ملي كنفتح فمي اللي كيطلع هو انا بخير. انا راه ماشي بخير، ما عرفش كيفاش نتعامل مع اليوم، وكنخاف من غدا، وكنعيش قلق دائم. كنتمنى يختفي هادشي ولو اليوم واحد فقط. كنبغي نكون بخير، والله حتى كنتمنى، وكنحلم بالنهار اللي نقدر نقول فيه بصدق انا بخير. نهار اللي نكون فعلا هاني، ما بقاتش عندي مخاوف كتخنقني ولا افكار كتجرني اللور. كنبغي نحس ان رجليا خفاف والقلب ديالي عامر وفرحان. يمكن حسيت هادشي من زمان، ولكن نسيت كيفاش كنحس. كل نهار كنحاول نبتسم، كنفكر بايجابيه، كناخذ نفس عميق، وكنقرا
كنقرا في ملاحظات ملهمه وكنسمع بودكاست فيه موتيفاسيون طاقه ايجابيه باش نرجع. اليوم مشيت نتقدى وشريت شي حوايج زوينه لراسي، عارف حل مؤقت ولكن فعلا خدام. كل هادشي كينفع غير مؤقتا، ومن بعد كيرجع كل شيء للالام التوتر والحزن. كنتنفس بعمق مرة أخرى وكنكون بخير لدقائق معدودة، ولكن مع ذلك كنحاول. عارف أن كل شيء في الحياة مؤقت، الزوين والخايب وحتى الحياة نفسها. إلا صبرت اليوم غادي نكون بخير غدا. كنحاول نشوف الجانب المضيء، وكنشوف أحيانا فعلا الكأس الملآن كما كيقولوا الناس، ولكن ما كيمسحش العاصفة اللي الداخل ديالي، غير كيغطيها مؤقتا بحال البونسمو على الجرحى مازال ما برات. كل شيء مجرد حلول مؤقته، حتى النهار اللي غتلقى الشجاعه تواجه الشيطان ديالك فيس تو فيس. خاصني نطلعوا للسطح ونزير عليه ونقجو ونواجهو ونتصالح معاه من بعد نطلقو ونسامح لراسي. عارف هادشي، ولكن غير التفكير فيه كيرعبني وكيقلقني وكيدير ليا واحد القلق كبير وتبرزيطه. عارف ان الحل بيديا باش نقدر نقول انا بخير ونعنيها فعلا. وغادي يجي داك النهار اللي نحس فيه انني قوي كفايه باش نواجه كل شيء. حتى داك الوقت ربما مازال غنقول انا بخير وانا ماشي بخير، ولكن غنحاول نلقى الشجاعه نقول في الحقيقه انا ماشي بخير، رغم اني عارف ما عنديش عصا سحريه باش تمحي الالم ديالي. ربما غير انني نقول لك ونخليك تكون بجنبي وتساندني هو اول خطوه باش نكون بخير فعلا. يمكن الى حيد داك الماسك المزيف وقلت لك انا بخير، بصراحه ماشي بخير، يكون داك النهار اول خطوه نحو الشفاء الحقيقي. وفي الاخير عرفت بلي العلاج ماشي غير في الكلام ولا في الموسيقى ولا في الهروب من الالم. العلاج الحقيقي كاين في ذكر الله، في الكلمه اللي كتطهر القلب، في سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هاد الكلمات ماشي غير حروف، هاد الكلمات كتأثر في المخ، كتبدل الطاقة اللي في الجسم، كتخلي الموجات ديال القلق تهدى وكتعطيك سكينة ما كيعرفها غير اللي جربها. وفعلا كل مرة كتقول يا رب راه المخ كيتفاعل وكيطلق مواد كيميائية كتخفف من التوتر بحال السيروتونين اللي كيخليوك تحس بالطمأنينة والرضا. فالعلاج ماشي بعيد، العلاج قريب، في ذكرك وفي إيمانك وفي الكلمة الزوينة اللي كتقولها لقلبك قبل ما تنعس. قولها معايا، أنا ماشي بوحدي، أنا ماشي بوحدي، الله معايا وغادي نكون بخير بإذنه. خليك قريب من الله عز وجل، وخلي الكلمة الطيبة تكون هي الدواء ديالك.